ازيكم يا نصور، اخباركم ايه؟ زي ما انتم شايفين على الشاشه، بوت فروج فارم عمل شراكه مع بايبت، وده يدل ان البوت قوي طالما هينزل على منصه مش محفوظه انها مركزيه. والبوت موعد الادراك بتاعه تعالى هيبقى في اكتوبر. طبعا النهارده 15 اكتوبر، يعني لسه تقريبا 15 يوم والشهر يخلص، فاكيد هيكون خلال الشهر فانا قلت انزل البوت لعل وعسى نلحق نعمل فيه اي حاجه. وبرده البوت نزل الشروط بتاعه الايردروب بتاعته زي ما انتم شايفين على الشاشه كده، واشرحها واحده واحده في الفيديو باذن الله. وقلت بالمره بعد ما اشرح البوت اشرح على السريع موت ماتش جيست. هو من البوتات القويه جدا اللي انا نزلتها على قناه التليجرام، لكن ما طلعتش اشرحها، قلت اطلع اشرحها على السريع قوي يعني. بس قبل ما نبدا الفيديو ما ننساش نصلي على النبي وتنورني في جروب التليجرام عشان ننزل على اخر اخبار اول باول قبل يوتيوب كمان. ده طبعا جروب الشات اللي انا بكون متواجد فيه شخصيا وبحل فيه جميع المشاكل اذا كنت انا والادمن. طبعا لايك والسبسكرايب هنا في اليوتيوب بيدعمني في صناعه المحتوى وبيخليني يظهر بالكواليتي اللي انت شايفها دلوقتي. والنهارده ان شاء الله هشرح اقوى بوتين في الوقت الحالي. اول ما تفتح البوت بيكون معاك بالمنظر هتدوس على كلمه كليم عشان تجمع العملات اللي هو عندنا وانت قافل. انا دلوقتي معايا 4798، ولما اعمل كليم هيديني 48، بقى معايا 4846. خلينا نشرح البوت واحده واحده من تحت على اليمين. اول خانه وهي خانه التيم دي، انت بتعمل فيها دعوه لاصدقائك وبتاخد 5% من ارباحهم زياده يعني. كل اللي عليك ان انت تضغط على كلمه انفايت فريندز وتبعت الدعوه لاصحابك. كلمه بارشز دي لو انت جمعت اليو اس دي تي بعيدا عن الايردروب يعني، وهقول لك دلوقتي ازاي تقدر تسحبه من خانه الويزدرو. لكن طبعا انا معيش يو اس دي تي عشان لسه بادئ البيت النهارده، عشان كده خانه السحب مقفوله عندي. تاني خانه من خانه التاسك، عندك هنا مهمات كتيره جدا تقدر تعملها تمام. وهتلاقي هنا اصلا البوت عامل شراكه مع بينج اكس مع بايبت، فالمهمات دي لازم تخلصها. كل اللي عليك انت بس تقريبا هتحط اليو اي دي بتاعك وخلاص على كده. ومجرد ما تحط اليو اي دي بتاعك بالنسبه لمنصه بينج اكس او بايبت هيديك 5000 نقطه او 2500 نقطه. طبعا هنا برضه في مهمات كتيره جدا انا مخلصها، واهم مهمه هنا هتديك نقاط كتيره انك تحط علامه الضفدع جنب اسمك. طبعا اخدت المهمه لكن اتسحبت مني على طول. ليه بقى؟ لان حطيت الضفدع جنب اسمي وبعد كده اخدت ال 20000 نقطه وبعدها شلته، فبالتالي راحوا سحبوا مني ال 20000 نقطه. فلازم تفضل حاطط شعار الضفدع جنب اسمك لمده لا تقل عن 3 ايام عشان بس يتاكدوا ان انت مش هتشيله تاني. لازم تحط علامه الضفدع من يومين ل3 ايام. طبعا المهمات زي ما انت شايف كده سهله جدا، تنضم لجروب تليجرام، تنضم لجروب في موقع اكس، حاجات سهله وعبيطه يعني شبه اي بوت يعني. خانه الشوب دي مالناش علاقه بيها خالص لانها خانه بتخليك تدفع فلوس عشان مثلا تزود تعدينك، فانا مش هشرحها عشان هي خانه بتطلب انك تدفع فلوس واحنا مش هندفع فلوس في بوت. خلينا بقى نروح لاهم خانه وخانه الهوم. فروج بيبر دي بتقول لك موعد الايردروب وكده يعني المشروع قايم على ايه وكده يعني. طبعا ما حدش هيفتحها ولا هيقرا فيها كالعاده. وعندك جنبها على اليمين مواقع التواصل بتاعتهم، تليجرام، تويتر، يوتيوب، وجروب الشات بتاعهم. وطبعا خانه التيرس دي لو عايز تغير لغه بين انجليزي وروسي طبعا خلينا زي ما احنا على انجليزي. عندك خانه اليو اس دي تي دي كل يوم بتلفها وانت وحظك بقى، ولو طلع لك مبلغ كويس تقدر تسحبه. طبعا عشان الفها قال لي لازم تحط الضفدع قبل اسمك، فانا هروح احطه وارجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين حطيت الضفدع قبل اسمي واداني 20000 نقطه وكتب لي جنبها كلمه كومبليت اللي انا عملتها خلاص. وزي ما انت شايف هنا ضاف لي 20000 نقطه. ودلوقتي الف عاده الحظ بتاعت اليو اس دي تي. طبعا زي ما انتم شايفين عشان الفها تاني بيقول لي من الاخر يعني ان لازم اخلص كل المهام. طبعا الحوار ده ما كنتش اعرفه، لسه عارفه دلوقتي. فانت لازم تخلص كل المهام عشان تقدر تخش السحب على اليو اس دي تي. فانا طبعا عقبال ما اخلص كل المهام وقت الفيديو هيطول، فانا خلاص لسه عارف معاكم اللي انتوا لازم تخلصوا المهام كلها عشان تقدروا تخشوا عقده الحظ بتاعت اليو اس دي تي. اللي جنبها دي عقده الحظ، لكن مش يو اس دي تي، لا ده عقده الحظ اللي بتديك العمله ذات نفسها اللي هتندرج في السوق اللي اسمها كروكس. لكن طبعا اكيد هتبقى شبه اليو اس دي تي اللي انت لازم تخلص كل المهمات عشان تفتحها. فانا قلت برضه اشرحها على السريع. لما تخلص كل المهمات هتدوس على الزرار الاخضر وعقده الحظ هتدور معاك. لكن طبعا عشان لسه ما خلصتش المهمات فزي ما انت شايف كده مش عارف ارفع عقده الحظ بتاعت الكروكس او اليو اس دي تي. طبعا علامه الاستفهام دي شفره بتنزل كل يوم وان شاء الله هتنزل عندنا في القناه. يعني مثلا الشفره بتاعت النهارده كلمه هودل، هتدوس على كلمه شيكسبير زي ما انتم شايفين ضاف لي 2555. فدي شفره بتنزل لازم تعملها عشان من الحاجات اللي هتزود لك عملاتك بطريقه كبيره جدا، فما تفوتهاش. وانا ان شاء الله هنزلها عندنا في القناه. وبس كده شرح البوت باختصار. دلوقتي نخش على البوت التاني نشرحه على السريع. اول ما تفتح بوت ماتش جيست هتدوس على كلمه كليم وبعدها تدوس على كلمه ستارت فارمنج عشان يبدا يعدل معاك. وكل 8 ساعات بتخش البوت تعمل كلام زي ما انت شايف كده، كمان 7 ساعات و59 ثانيه. فالبوت ده اساسا مريح. انت هتخشه مره واحده بس ولا مرتين في اليوم؟ هو افضل شيء يكون مرتين في اليوم، تفتح تاخد تعدينك وتقفل. لكن طبعا في خانه التاسك هنا برضه عندك تاسكات المفروض برضه تعملها. انا بس لما اخلص انا كل التاسكات لسه لي بس المهمه هدوس على كلمه ستارت وارجع تاني، هدوس على كلمه ستارت تاني وارجع تاني وهدوس على كلمه كلام. وزي ما انت شايف كده لما بتخلص كل المهمات بيديك 200 نقطه اضافيه، وانا عندي مكتوب 27 على 27 كومبليت. يعني انا دلوقتي مخلص كل المهام دي. طبعا انت تخش على خانه التاسكس دي تخلص كل المهام. خانه الفريندز دي لما تدعو اصدقاء بتاخد 10% من ارباحهم وبتدوس على كلمه كليم
لو انت عايز تجمع الارباح بتاعتك. والخانه بتاعت ميجا دروب دي خانه مهمه جدا، لكن لسه يعتبر ما اتفتحتش قوي، هوضحوا عنها. لكن زي ما انت شايف كده البوت عامل اشتراك مع اوكي اكس وبيدجت وبايبت، فده يدل ان البوت هيبقى قوي جدا وما ينفعش يفوتك. وخانه الوالد دي لازم تدوس على كلمه كونكت والد وتربط باي محفظه انت عايزها، بيدجت والد، ميتا ماسك، اوكي اكس والد، فاربطها برضه، انت مش خسران حاجه. وده شرح البوت باختصار يعني. كل 8 ساعات بتخش تعمل كليم، بتخلص التاسكات اللي عليك وخلاص على كده. طبعا خانه الميجا دروب لما تفتح كده ونفهم هي بتعمل ايه هننزل عندنا في قناه التليجرام. طبعا هتلاقي لينك البوتات دي تحت في الديسكربشن، يا ريت تنزل وتنورنا هي وروابط التليجرام، ويا ريت تنورنا في جروب التليجرام عشان ميزه على اخر التحديثات. وبس كده، اشوفكم على خير الفيديو القادم.